بسم الله على بركة الله. هنا الكيسان صغر شوي من ديال العنبة. عندي كاس كما كتشوفوا، كاس لاروب ديال المزهر معمرينو بالماء. عندي كاس لاروب ديال الزبدة دايبة. عندي كاس عامر ديال زيت نباتية وزيت البلدية، ولا ديروا زيت البلدي ولا زيت نباتية اللي بغيتو. عندي نص كاس ديال الخل، تقدروا ديروا حتى الكاس لاروب. عندي هنا واحد 5 المعالق كبار عامرين ديال الزنجلان اللي ما محمرش مطحونين مزيان. عندي 2 خمارات. عندي شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق. عندي معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، معلقه عامره كبيره. عندي معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الخرقوم البلدي، تقدروا تعوضوه بزعفران ولا ضامه تاع زعفران. عندي هنا كيلو ديال الدقيق وافي واحد شويه. غادي نضيف جميع المكونات كما كتشوفوا. غادي نضيف النواشف هما الاولين. غادي نضيف القرفه، حبه حلاوه والنافع، زنجلان، خرقوم البلدي، مليحه. غادي نخلطهم كاملين بسبسهم كما كتشوفوا. النواشف هما الاولين، ضروري نبسبسوهم مزيان حتى كيتلبسوا لنا مع الدقيق. من بعد هنا ما بسبست مزيان، دابا غادي نضيف الزيت والزبده. بغيتو ديروا كاس ديال الزبده عامر مزيان ديروه، انا هنا ما متوفرش عندي غير كاس لاروب هو اللي عندي درتو، وجاتني الشباكيه زوينه وهشيشه. وغادي نحاول هكا نبسبس هاد الزيت مع الزبده مع الدقيق كما كتشوفوا حتى كيتلبس ليا داك الدقيق بالزيت والزبده. ضروري نبسبسو مزيان، هذه هي المرحله الاولى، كنبسبسو مزيان ضروري. هنا من بعد ما بسبس مزيان كما كتشوفوا، هانتوما شوفوا معايا. دابا غادي نضيف المزهر والخل. بغيتوها الشباكيه تجيكم هشيشه بزاف بحال اللي كتباع في المحلات، ديروا كاس لاروب ديال الخل ولا نص كاس ديال العنبه. عندي هنا 2 معالق ديال الخميره البلديه، كتجيب الشباكيه زوينه وهشيشه وكتجي مبوقه عامره فقاعات، كتجي زوينه بزاف. غادي نخلط كما كتشوفوا. غادي نضيف الماء على حسب العجين ديالكم. مهم العجينه خاصها تكون قاصحه، ضروري تكون قاصحه مزيان. غادي نضيف هنا 2 خمارات وزدت واحد شويه ديال الخرقوم، جاتني معلقه ما غتصفرش ليا مزيان الشباكيه. وغادي نبدا نجمع في العجينه ديالتي وانا كنجمع وانا كندلك باش يتخلطوا لي جميع المكونات مزيان. وضروري تنأكد على هذه المرحله العجينه تكون قاصحه. قد ما قصحتوا العجينه قد ما الشباكيه كتجيكم هشيشه كتذوب في الفم. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنجمع العجينه ديالتي كما كتشوفوا. راني ما كنزيدش الماء بزاف، كيكون شي كاس وشي شويه. من بعد ما جمعتها غادي ندلكها واحد شويه، وانا واخا هكاك راه ما قصحتهاش النيس، راه كنقصحها بواحد المرات اكثر من هكا. ضروري تقصحوها مزيان. وغادي ندلكها كما كتشوفوا واحد شويه. غادي نحاول هكا نمسح القصريه ديالتي وغادي ندلكها صافي. ومن بعد ما غادي ندلكها غادي نحاول باش نقسمها كويرات. نتوما شوفوا معايا راها قاصحه وما قاصحش مزيان، ضروري تنأكد تكون العجينه قاصحه مزيان. هنا من بعد كما كتشوفوا غادي نحاول هكا باش نقسمها على شكل كويرات. غنديرها على شكل كويرات، 5 ديال الكويرات كما كتشوفوا. غادي نحاول هكا نلمهم. هنا من بعد ما كورتهم كاملين غادي نغطيهم بواحد البلاستيكه يرتاحوا ليا غير واحد شويه، وغادي نبدا نخدم فيهم. هنا من بعد ما ارتاحوا ليا واحد شويه كنحاول رش سطح العمل بالدقيق وكنسرح العجينه ديالتي، حيت العجينه انا مرخوفه واحد شويه، داكشي علاش كنرش شويه ديال الدقيق. كانت قاصحه بزاف بلا ما ترشوا الدقيق. كنحاول هكا نتنيها على شكل ظرف كما كتشوفوا. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نخدم هاد الكويرات ديالي كاملين على هاد الشكل، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نكمل باش نبداو نخدموا في الشباكيه ديالتنا.
هنا من بعد ما كملت دابا غادي نبدا نسرح في العجين ديالي كما كتشوفوا بالدلاك، وضروري نسرحوها مزيان. انا هنا كما كتشوفوا غادي نحاول نقسمها من النص باش نسرح غير بالنص حيت السطح العامل ما كبيرش بزاف. الا كان كبير سرحوها كامله في دقه واحده غتجيكم حسن، تشكلوا دفعه واحده. هانتوما شوفوا معايا غادي نسرحها وتكون السمك رقيق بزاف. ضروري ترققوا العجينه مزيان، واللي عنده الماكينه احسن راه غترققها مزيان. هنا راه ضغط عليا المقطع، كنعتذر فاش سرحتها كامله وحيدت لي هذوك الجوانب باش نقادها، وغادي نبدا نشكل فيها. هانتوما شوفوا التشكيله راها سهله وبسيطه. كنحاول هكا نقطع بالجراره، واللي عنده ديك الجراره اللي كتخرجها مشكله ديروها، كتخرج شباكيه صغيره وزوينه. انا هنا في الاول واخا هكا راني ما سرحتش العجينه مزيان، ما رققتهاش وكبرتها. غادي نعاود هكا نسرح معاكم وحده اخرى وغادي نرققها وتكون شويه صغر من هذه. هانتوما شوفوا معايا التشكيله راها سهله وبسيطه وكتجي زوينه بزاف. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد العجينه هذه، وغادي نسرح معاكم عجينه اخرى ان شاء الله. كنحاول هكا نقلبهم حتى كيعرقوا. هنا غادي نسرح النص الثاني كما كتشوفوا، غادي نحيد ليه هاد الجوانب، وضروري تنأكد ترقوا العجينه مزيان. راه قد ما رققتوا العجين قد ما الشباكيه كتجيكم رقيقه ومقرمشه، وفي نفس الوقت كتجي هشيشه وما معجناش. كندير 4 ديال الشريطات كما كتشوفوا، والخامسه كنقطع. وانتوما كتحكموا في الشباكيه واش بغيتوها كبيره ولا صغيره، المهم على حسابكم نتوما. انا هنا هاد الاولى راني درتها شويه كبيره، ولكن عقبت في الاخير صغرتهم. هانتوما كندير 4 ديال الاشرطه والخامسه كنقطع. هاد الطريقه سهله وزوينه. كاين اللي كيدير 6 ديال الاشرطه، كاين اللي تيدير جات، كل واحد والتشبيكه ديالته. انا تشبيكتي راها سهله وبسيطه. هانتوما شوفوا معايا كندير وحده فوق الثانيه والثالثه هانتوما غنوريكم راني تلفت. هانتوما وحده كنديرها فوق الثالثه وكنخلي وحده وكنهز الاخرى وكنقبضها. كنتمنى تكون الطريقه واضحه، واخا نهضر انا ما غنبينش لكم، راه الفيديو بين راسو. كنحاول هكا نقلبهم حتى يعرقوا. كنهز الاولى كنحطها فوق الثالثه وكنخلي الاخرى وكنعقب نقفل بالاخرى الاخرى، وكنسد من الجوانب. ضروري نسدو من الجوانب مزيان باش ما يتفكوش لينا من نبداو نقليو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالتي كامله نشبكها، ونتلاقاو ان شاء الله من نبغيو نبداو نقليو فيها. هنا من بعد ما كملت الشباك كامل كما كتشوفوا تبارك الله تيخرج الخير والبركه. كيلو ديال الدقيق صافي. دابا غادي ندوزو باش نقليوها. هنا درت واحد المقله اللي درت فيها الزيت وحطيت حدايا العسل، والعسل خاصو ضروري يكون ثقيل. انا هنا غير شريته واخا هكاك راه ما ثقيلش بزاف، خص ضروري العسل الثقيل باش الشباكيه تشرب داك العسل. الا كان خفيف راه ما كتشربش الشباكيه. هنا راني جربت واحد الوحيده، بغيت نشوف واش العسل عفوا واش الزيت سخن ولا مازال. صافي هنا من بعد ما سخن ليا الزيت غادي نبدا نقلي في الشباكيه كما كتشوفوا، وغادي نستمر بنفس الطريقه نقلي ونطيبو مزيان الشباكيه. العافيه تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه بزاف تكرم لينا، وما تكونش مجهده تلهف وتبقى خضره من الداخل. هنا راني تقطع لي المقطع، التليفون راه عامر. حيدت القليه الاولى غطستها في العسل ودرت القليه الثانيه، ومره كنبدا نقلب هكا في الشباكيه باش طيب ليا كاع من الجويه وتحمر وتطيب من الداخل. ضروري تنقصوا شويه البوطه، ما تكونش تاني مهيله وما تكونش مجهده. هانتوما شوفوا معايا كتذهب ليا، وحتى العسل راه كيزيد فيها الوين. هانتوما شوفوا كنصفيها من الزيت ومباشره كنلوحها في العسل، هي سخونه باش تشرب لينا داك العسل. كندير 2 قليات في العسل. منين نبغي نضيف الثالثه كنسكطر ديك 2 قليات نديرهم يتسكطروا ليا من العسل، ونرشهم بجنجلال اللي كيكون مقلي، واللي بغى يرشهم بالورد ولا باللوز ايفيلي اللي بغيتو. المهم التزيين دائما تيبقى اختياري، تقدروا نتوما تزينوا باش ما بغيتو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الشباكيه ديالتي كامله في القليان، ونتلاقاو ان شاء الله في شكل نهائي. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. كتجي زوينه محمره،
كتجي مبوقه كما كتشوفوا. ها نتوما كنقرب لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي معلكه ومقرمشه وفي نفس الوقت كتجي هشيشه وشاربه العسل. ها نتوما كتجي زوينه بزاف وسهله اقتصاديه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبك وديروا لي واحد لايك واشتركوا في القناه الا كنتم ما مشتركيش مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.